ازيكم يا فنانين؟ هكون معاكم في سلسلة الباترون الأساسي للكورساج المفتوح. هنتعلم فيه أساسيات فتح الباترون والاختلاف بين المقفول والمفتوح. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من أكاديمية فاشن ديزاين. يلا بينا نبدأ. دلوقتي انا اشتغلت الباترون بتاعي نفس خطوات السيستم الشغل اللي احنا اتعلمناها في الفيديو السابق. دلوقتي معايا ان الامام بتاعي زايد عن الخلف بمقدار المرد وبطانه المرد. تمام، المفروض ان انا هقص الاثنين كده على بعض قصه واحده. بالنسبه لقص حربة الرقبه انا هاخدها معاكم دلوقتي قبل ما افصل عشان نشوف هتيجي ازاي. انا هقص على الخلفيه. بدايه قص حربة الرقبه بيكون من عند الكتف، يعني انا ببتدي قصي من عند الكتف، مره بنزل بالرقبه مره بنزل بالكتف. ما ينفعش ان انا اجي اخدها من هنا. تمام، يعني قص حربة الرقبه لازم يبتدي من عند الكتف كده، امشي كده بيها وهكمل بخط مستقيم، يعني هكمل بنفس الاستقامه بتاعتي. اوكي، كملت بنفس الاستقامه، يعني نفس مستوى نزول حربة الرقبه الخلفيه. انا كملت كده. تمام، دلوقتي انا قصيت الباترون. تمام، هشيل واقفل الخلف عن الامام كده. ليه انا هشيل واقفل الخلف عن الامام؟ عشان اعمل تعديل الامام زي ما احنا متعودين. هشيل الامام في الخلف، هعمل تعديل الامام في نقطتين اتنين: حركه الرقبه، حركه الابط. بالنسبه لحركه الرقبه، عشان اعمل تعديل الامام بتاعها المفروض ان انا هنزل بعد نزول حركه الرقبه الاماميه، هنزل 8 سم زي ما احنا اتعودنا. لازم اتني بطانه المرد لجوه، يعني انا علشان اعمل تعديل حركه الرقبه الاماميه اتني بطانه المرد لجوه، لان هي اصلا وضعها هيكون الطبيعي عايشه جوه على طول، يعني هي هتكون مقلوبه لجوه دائما، مش هيكون وضعها بره. انا تنيت بطانه المرد لجوه. مين اللي اتفضل باين قدام عيني؟ المرد. وكل الاحوال المرد زايد عن خط نصف الخلف، يعني ما تلاقيش المرد معاكي محطوط على خط نصف الخلف. المرد بتاعك زياده وفي طالع معاكي عن خط نصف الخلف. في الحاله دي انت هتحددي ال 8 سم النازلين اللي هم النزول بعد حربة الرقبة الخلفية، وهتيجي زي ما احنا اتعودنا في التنقيط. حربة الرقبة أو عمل حربة الرقبة الأمامية بتبقى من نص المسطرة، بحطها هنا عند ال 2 سم ال 8 سم اللي أنا لغيتهم، يعني دول 8 سم نزول عن ال 2 سم الأمامي. هحطها هنا تلمس معايا بداية حربة الرقبة الأمامية، بس مجرد إن هي بس تلمس أعلى ضلوع في الكتف. وأنا اتفقت معاكم قبل كده إن أنا ما ينفعش دي أجيبها كده، هيطلع لي فيه شكل حرف الرقبة شكل حرف بي، أنا عايزاها شكل حرف يو. الكلام ده أنا قلته في الفيديو اللي فات. طيب بالنسبة لتعديل الحركة الأمامية، الأوضة الأمامي، أنا بعيني هبص على نفس الحركة بالظبط. هدخل دخول لجوه من 1.5 إلى 2 سم. هعمل نجمة جميلة لطيفة كده. هوصل النجمة ديت من فوق على مفيش ومن تحت على مفيش، ويفضل بالفرنش كيرف، بلاش ايدك علشان ما تجيش زاوية. من فوق عايزة توضيح، من فوق، من هنا على مفيش، من تحت، من هنا نزول على مفيش. تمام؟ معايا؟ عايزة أوضح حاجة، عايزة أوضح إن أنا هنا حتى المسطرة يعني ما دخلتش على الكتف، ما خدتش حاجة من الكتف، لأن أنا محتاجة إن الكتف الأمامي والكتف الخلفي يكونوا مقاس واحد بالظبط. تمام؟ معايا النقطة ديت بتطلع زي الهلال كده.
وده الجزئية اللي بتاعت حردة الرقبة الأمامية، ودي اللي بيطلع معايا من حردة الإنتاج. طيب أنا في حد عايز يسألني سؤال مهم جدا، أنا ليه ما أخدتش حردة الرقبة وبطانة المراد مفتوحة؟ أيوة. ليه ما أخدتهاش وبطانة المراد مفتوحة؟ ليه أنا فريت بطانة المراد في أثناء وأنا بعمل شكل الحرب؟ لأن بطانة المراد دي طبيعتها إن هي هتلف لجوه عشان تنضف لك جزء الرقبة الأمامي ده وتنضف تنزل بيه لحد الآخر من هنا. أوكي؟ فحاجة إن أنا أطيب الحردة في نفس مستواها، أنا مش هعرف أمسكها معايا. لكن أنا لما تنتها قبل القص أصبح معايا الجزئية ديت مهمة جدا. الجزئية ديت حصل فيها إيه؟ لفت معايا مع الرقبة ومسكت معايا هنا. دلوقتي أنا عملت إيه؟ أنا قلبت بطانة المراد لجوه في الناحية اليمين وفي الناحية الشمال، ده مجرد بس عشان نتخيل الوضع. بطانة المراد في أثناء الشغل بتتني تنيتين، يعني بتنتني مرة كده يعني بالنص. هما كانوا 4 سم، أنا بقسمهم كده بالنص عشان بتتني معايا لحد تحت كده. بتبقى من جوه بالمنظر ده، بتبقى نضيفة جدا. الناحية التانية طبعا بعملها بنفس الطريقة كمان، بعملها كده ببنيها كده، ده في أثناء الشغل بتاعي. يبقى معايا الناحية اليمين كده، الناحية الشمال كده، بيدخلوا على بعض بمقدار المرد. تمام. يجي معايا الخلف في الحالة ديت الناحية اليمين كده بتبقى زايدة عن نص الخلف بمقدار المرد بتاعي. الناحية الشمال نفس كده، يبقوا داخلين على بعض بالمنظر. الحالة ديت بيبقى الأمام معايا مفروض في طبقتين كده، ناحيتين، ناحية يمين وناحية الشمال، كل واحدة فيهم بيبقى فيها المرد والبطانة. يبقى احنا كده خلصنا البطون الأساسي للكورتاج المفتوح. وبكده نكون خلصنا الجزء التاني والأخير من سلسلة الباترون الأساسي للكورساج المفتوح. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالشرح، ولو عندكم أي سؤال أو حابين توضحوا حاجة اكتبولي في الكومنتات.